احنا متغيرين ليه؟ ايه قصه الماتشا دي؟ بنشرب ماتشا ليه؟ ايه المشروب ده؟ تعالوا اقول لكم بقى ايه حوار الماتشا ده وليه بقى ترندي قوي كده. سريعا كده، الماتشا هو مشروب ياباني قديم بيتعمل من ورق الشاي الاخضر. هو مشروب صحي جدا وليه فوائد كتيره جدا، ومن اكبر الترندز على السوشيال ميديا دلوقتي سيكولوجيا هو احساس الناس انها عايزه تنضم للحياه الصحيه وتبان انها تحت مظله الهيلثي لايف ستايل، واللي كان تاثيره الاساسي جاي من السوشيال ميديا لحد ما بقت مايند سيت معظم الناس ومعظم الشباب في الزمن ده بتنجذب ليه. ومن اكتر الانفلونسرز اللي عرفوا يجذبوا مايند سيت الحياه الصحيه هي دكتور نورهان قنديل. اللي خلاها تعرف تجذب الناس لحب اللايف ستايل ده هو طريقه البيرسونال براندنج بتاعها، اللي بطريقه غير مباشره بيعزز حب اللايف ستايل اللي فيه الماتشا، وفي نفس الوقت بطريقه غير مباشره بتسوق للبراند بتاعها دكتور بيبي، اللي من اكبر البراندز في مصر اللي بتقدم هاي كواليتي ماتشا. انتوا واخدين بالكم من ربط البيرسونال براندنج للبراند بتاعها باستخدام المشاعر وجذب الناس للايف ستايل معين؟ فبقوا معظم الناس اللي بيتابعوها مهتمين وعندهم انترست ان هم يدخلوا في اللايف ستايل ده، لان هم سيكولوجيا بقوا مربوطين بالمشروب ده، وفي نفس الوقت مربوطين بدكتور نورهان قنديل انها واحده من اكتر الناس اللي جذبوا الناس ان هم يحطوا مشروب الماتشا كجزء من اللايف ستايل والمايند سيت ده. واقول لكم على حاجه، من اكبر الاستراتيجيات اللي اتطبقت في الترند ده هو الفومو، الفير اوف ميسنج اوت، يعني احساس ان انا مش عايزه يفوتني اللايف ستايل والمايند سيت ده. وانتوا ايه رايكم؟ اتاثرتوا بالاستراتيجي دي وعايزين تروحوا تشربوا ماتشا ولا